بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فيديو مربى الخوخ. الخوخ كتير في السوق، جيبوا منه واعملوا جربيه بنفس الطريقه، سهله خالص وبسيطه اهو. بعد ما استوت المربى خالص اهيت، وهتاكليها بقى بالقشطه. طعمها في منتهى اي مربى بالقشطه او عسل اسمر او عسل ابيض بالقشطه، طعمه تحفه خرافه. جربوها. ومربى الخوخ جميله خالص، طعمها مغري وجميله خالص في الاكل اهي. طريقه سهله خالص وبسيطه خالص. واللي قدامكم دول انا عاملاهم 2 كيلو ونص خوخ. بعد ما استوت هي بتاكلها بالقشطه، طعمها في منتهى الجمال وتحفه ومزه وجميله خالص اهي. طعمها زي مربى المشمش كمان، واحسن كمان من مربى المشمش اهو. شايفين بعد ما استوت اهيت؟ لون وطعم وريحه وكل حاجه فيها جميله. هاتوا خوخ وجربوه واعملوها، هتعجبكم ان شاء الله. انا معايا بقى 2 كيلو ونص خوخ اهمت، هنغسلهم. وحاولي تجيب الخوخ الناشف، ولو طلع فيهم طري يعني عادي، بس حاولي تجيبيه ناشف، هيبقى فيه لحمه كتيره وشحم كتير. لكن الطري ده بيبقى كله ميه. تغسليه كده وتطلعي العنقود اللي فيه دهوت في الاول دهوت اهوت. غسلناه 3 مرات. وده الشويه الطريين اللي كانوا فيهم حطيتهم عليهم برضو. انا هنحطه بنواه كله على النار. تحط شويه ميه كده فيه وتحطها على النار. هنحطه بنواه كل شويه تقلبيه من تحت لفوق، عشان انت لو خلاتيه من النوى وهو لسه ما اتحطش على النار هيطلع منك لحم كتير. شايفين ميته روز ازاي وجميله وبامبي وازاي وحلوه خالص ازاي. ميته اهي. هو بينسلق اهو، تسلقيه اهوت. هتلاقي البذره سابت اللحمه خالص اهيت، وتطلع عشان ما تطلعش معاكي لحمه كتير اهو. يرونها كده متغير، بس ما تحط عليها السكر هتبقى كويسه معاكي، وهتشوفها قدام زي ما شفتها في الاول كده اهيت. ببذرها كلها بتشيل بقى البذر كده اهوت اهيت، مش هتطلع معاكي فيها لحمه خالص اهو. وكده الطريقه بالمعلقه دي كانت بتاخد مني وقت. فهنلبس جوانت دلوقتي ونطلع البذر من اللحم. مش هيبقى فيها لحمه خالص النوايا دي خالص. لكن لو خلطتها بالسكينه وهي لسه نيه هيطلع منك لحم كتير. لبست جوانت دوت وبنطلعه بيها اهوت النوا. والنوا دوت انا مسكته غسلته برضو في شويه ميه. طلع ميه كتيره تخينه كده ولفه وحلوه، رجعتها للمربى تاني اهو. الميه رجعتها، غسلت النوا دوت ورجعته للمربى تاني اهوت. اه شايفين بعد ما غسلته فيهوش لحمه خالص. حتى ترفعيه على النار بقى. يا دلوقتي شكلها مش كويس يعني، بس ما تحط عليها سكر وملح ليمون تبقى جميله. يبقى انا قلت معايا 2 كيلو ونص خوخ. الكيلو الخوخ بياخد نص سكر، فانا حاطه كيلو وربع سكر هنا. وشيلي بقى الوش اللي عليها الرغاوه اللي عليها دي بتشيليها اهيت، بتلمها كده وشيلها بتنشيل معاكي بسهوله اهوت. وتغلي بقى على نار هاديه طبعا. دي معلقه شاي ملح ليمون على 2 كيلو ونص، عشان ملح الليمون ده اللي بيحفظها. ما تخليهاش تسكر منك، وما تخليهاش تعمل حاجات وحشه. يعني تختبريها ازاي؟ بتحطي معلقه كده اهوت، ونحط صبعك فيها كده ما تجيش لبعضها تاني. المربى ما تجيش لبعضها كده كده. هي استوت معايا. نحطها برطمانات دي انا معقماها غسلها في ميه سخنه. هي والغطيان بتاعتها، وتعبيها كده ببرطمانات ازاز كده. ما تحطيش في بلاستيك اي حاجه هتقعد عندك مده يعني. ما تحطش في بلاستيك. البلاستيك بتفاعل مع المادة اللي انت حطها مع الطعام يعني، ومع المربى او اي حاجة تانية، ومبقاش حلو يعني للصحة. مش صحي يعني، لكن الازاز صحي طبعا. بتعبيها كده في مرطمات، وتعملي بالمعلقة كده عشان لو فيها فراغات هوا تطلع معاكي، وتنطقها كده اهوت. عشان لو فيها فراغات هوا تطلع معاك، عشان الهوا هيفسدها لو فضل فيها هيوقف. يبقى فيها فقاقيع كده، لما بتعملها بالمعلقة كده الفقاقيع بتطلع اهيت. بعد ما استوت معاكم اهيت، وجربوها وهتخوخوا واعملوها، هتعجبكم. طريقة سهلة وسريعة خالص اهي. وهتعجب الاطفال، جميله خالص للاطفال، وهتعجبهم طعمها جميل خالص اهي. تغطيها بقى بالغطيان كده اهوت اهو. هناكلها بقى بقشطه. عندي قشطه اهيت، قشطه جاموسي اهيت. تحطيها كده وتاكلي بيها. طعمها في منتهى الجمال زي ما قلت لكم في اول فيديو. العسل، اي انواع عسل واي انواع مربى تاكلها بالقشطه، طعمها في منتهى الجمال. ومفيده وصحيه خالص للاطفال وللعاديين يعني اهي. شايفين لون المربى؟ ولو دقت بقى طعمها طعمها تحفه جميله. هاتوا خوخ وجربوه ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. قدامكم بعد ما استوت. وانا قلت لكم كذا مره فيديوهات انا ناقصها شرح كتير، عشان مش عايزه نطول الفيديو عليكم. وناقصها شرح كتير يعني فيديوهاتي، معلش عشان مش عايزه نطول الفيديو عليكم اهو. وجربوها هتعجبكم ان شاء الله اهي. دي زودت القشطه تاني اهوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.